ايه اللي حصل لمارسيل كولر بعد بداية تاريخية وإنجازات خلت البعض تقارنه بالمدرب الأسطوري مانويل جوزيه للنهاية الصادمة اللي كلنا تابعناها والموسم السيء بل ووصفه بالجبان. نرجع لبداية مارسيل كولر. كان أداء الأهلي أول موسم بيتميز بالشجاعة، بنلاقي أسلوب لعب مميز للنادي الأهلي، بنشوف ضغط عالي على أي خصم مهما كان اسمه، وجمل تكتيكية وسرعة في نقل الكورة. الغريب إن أسلوب اللعب ده اتطبق على كل الفرق. تخيل قدام ريال مدريد بتضغط عليها وبتهاجم وكنت قريب جدا من التعادل. كمان مباراة صن داونز في القاهرة ضغط رهيب على صن داونز، وقدر النادي الأهلي يخلق فرص كبيرة عليهم، ولولا الأخطاء الدفاعية وضياع الفرص كان الأهلي كسب بنتيجة تاريخية. لحد ما تيجي المباراة اللي في رأيي كانت النقطة الفاصلة في مشوار مارسيل كولر مع الأهلي. مباراة صن داونز اللي الأهلي خسر فيها بنتيجة 5-2، واللي حولت مارسيل كولر من مدرب شجاع مغامر لمدرب حريص ومتزن، واللي من بعدها أصبح أسلوب مارسيل كولر متوازن. الضغط العالي أصبح فترات قليلة وبتأمن الدفاع وبتتقدم بحذر وتضغط من نص ملعبك أو تلتين الملعب، وبعد ما كان أسلوبه هلعب بره زي جوه وهفتح خطوطي حتى في أدغال أفريقيا لأسلوب حريص ومتزن. والأسلوب ده فعلا نجح جدا، قدر يكسب بطولة أفريقيا ويكمل فيها، وكسب كمان الدوري، لحد ما بدأ الحرص والتوازن يتحول لدفاع مفرط وخوف. ماتش الترجي في النهائي الأهلي كان بيدافع طول الشوط الثاني وبيحاول يخرج بالماتش 1-0، واستمر الحال في الماتشات اللي بعدها. ماتش الزمالك تكسب 1-0، ولكن مع الدفاع والحرص الشديد الزمالك يقدر يتعادل، واتكررت النتيجة في أكتر من ماتش. وبعد ما كان الأهلي اللي بيجيب أهداف في الدقيقة 90 بالعكس دايما تتعادل أو تخسر في آخر الماتش، وبالرغم من كده كان يقدر يكسب بطولة أفريقيا للمرة الثالثة، لولا إنه تحول من المدرب الهجومي اللي مش بيهمه أي منافس لمدرب جبان خواف فقد اتزانه مع الوقت. وبعد ما انهزم من ماتش صن داونز أصبح جبان في أي ماتش كبير يلعبه. صن داونز في ماتش الخماسية علم كولر الحرص والاتزان. النهاردة نفس الفريق صن داونز علم كولر إن أكبر عدو له هو الخوف.